الإيمان بألوهية الله سبحانه وتعالى شنو المعنى ديالو؟ والجواب هو أنك تصدق تصديق جازم بأن الله سبحانه وتعالى بوحده هو اللي كيستحق جميع أنواع العبادات الظاهرة والباطنة. العبادات الظاهرة بحال الصلاة، الصيام، الزكاة، الجهاد والذبح وتلاوة القرآن وغير ذلك. وأما العبادات الباطنة بحال الخوف والرجاء والتوكل والاستعانة والاستغاثة وغير ذلك. فكل هذه العبادات هذه ما خصها تكون الا لله سبحانه وتعالى بوحده، ما تشرك معه حتى شي واحد، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فقوله تعالى وإلهكم إله واحد أي معبودكم معبود واحد. والأهمية ديال الإيمان بألوهية الله سبحانه وتعالى كتوضح لنا مزيان ملي نعرف بأنه هو الغاية من خلق الجن والإنس، كما قال جل وعلا في سورة الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فما خلقك الله سبحانه وتعالى وخرجك لهذه الدنيا هذه إلا باش تحقق العبودية له سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. ومن أهمية الإيمان بألوهية الله سبحانه وتعالى أنك خصك تعرف بأنه هو المقصود من إرسال الرسل وإنزال الكتب. فما بعث الله سبحانه وتعالى الأنبياء ولا أرسل الرسل إلا باش يبينوا الأقوام ديالهم بأن الله سبحانه وتعالى هو بوحده اللي مستحق العبادة، وأن الشرك به هو كفر وذنب لا يغفره. كيقول الله سبحانه وتعالى في سورة النحل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ومن أهمية الإيمان بألوهية الله سبحانه وتعالى أنك خصك تعرف بأنه أول واجب على الإنسان، كما جاء في حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اللي صفته اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. ومن أهمية الإيمان بألوهية الله سبحانه وتعالى أنه كتعتبر هو المعنى الحقيقي ديال كلمة لا إله إلا الله. فالإله بمعنى المعبود، فلا معبود بحق إلا الله. ومع الأسف واخا هادشي باين واضح، ولكن كتلقى كثير ديال الناس واقعين في الشرك، والسبب الحقيقي هو الجهل بمعنى لا إله إلا الله. بحال الناس اللي كتمشي للمواسم الشركية ويطوفوا بالأضرحة وياخذوا التربة ويتبركوا بها ويستغيثوا بمولاها المدفون ويطلبوا منه إلى غير ذلك من الأفعال الشركية. وهذا كله كتعتبر شرك بالله سبحانه وتعالى، لأن هذه عبادات، والعبادات لا يجوز صرفها إلا لله سبحانه وتعالى. وكذلك تبين أهمية الإيمان بألوهية الله سبحانه وتعالى أنها كتعتبر النتيجة المنطقية للإيمان ديالك بربوبية الله سبحانه وتعالى. فطالما أنك تعتقد بأن الله جل وعلا هو خالق هذا الكون، هو اللي كيتصرف فيه، هو المالك المحيي المدبر، وأنه ما كاين حتى شي واحد مع الله سبحانه وتعالى اللي يعاونه ولا يكون له وزير ولا يكون له مساعد ولا يكون له شريك في الملك ديالو، فمنطقيا كيستلزم منك هذا الاعتقاد أنك تستسلم ليه بالانقياد والطاعة وتخلص ليه في العبودية وتتبرأ من الشرك ومواليه.